السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازم أقول كلمتين، كلمة حق يعني. دلوقتي كولر عايز يستغنى عن أحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر لعيب حريف جدا وشاطر وبيعرف يراوغ وبيعرف يجيب أجوان ويعرف يصنع الفارق لما بيبقى فايق. يعني أنت تستغنى عن أحمد عبد القادر ومتمسك بموديست؟ هو موديست ده عمل لك إيه؟ ولا دي صفقة بقى سمسرة ولا ايه بالظبط؟ موديست اللي عقده ده بتقريبا 2 مليون يورو في السنة، ما عمل لك ايه؟ ولا هيعمل ايه؟ ده ولا بيعرف يمسك كورة ولا بيعرف يشوط ولا يرقص ولا بيعرف يستحوذ ويوسلس خالص. احمد عبد القادر احسن منه مليون مرة يا كولر، مليون مرة. فايه ايه الموضوع؟ انا مش فاهم. يعني تمشي واحد حريف لما بيبقى فايق بيعمل لك الفارق وبيطلع من الناحية الشمال وبيلم وبيرقص وبيجيب اجوان وبيصنع اجوان اهداف. اشمعنى موديست يعني؟ موديست ايه اللي انت مقتنع بيه؟ موديست ده لو قعد 100 سنة مش هيعمل لك حاجة، ده طويل على الفاضي، ده مضيعة فلوس في الاهلي. ده كلمة حق لازم تتقال في حق احمد عبد القادر، وحرام الولد مظلوم مع الاهلي. معرفش بقى، هو مش مركز في التدريب، مش بيسمع كلام كولر. يعني كولر مش مقتنع بيه فنيا، يعني مقتنع بموديس فنيا ومش مقتنع بأحمد عبد القادر. سبحان الله، أرزاق، ما تعرفش ايه الموضوع. أعزائي المشاهدين، ده كان فيديو قصير عن أحمد عبد القادر مقارنة بموديست، وكنت لازم أقول حق ربنا يعني، وأقول إن الراجل مظلوم، ويعني لازم كولر يبص له يعني نظرة تانية ويعيد تقييمه، عشان حرام تفريط في الموهبة دي. شكرا لحسن المتابعة، وكل سنة وانتم طيبين. ميرسي.